المغرب سبب رئيسي في هروب الصحفية الجزائرية إلى فرنسا، هكذا أعلنت الصحف الرسمية للعسكر الجزائري. قال لك سيدنا المغرب السبب الرئيسي في هروب الصحفية المدللة التي كانت مدللة القصر المرادية، الصحفية الجزائرية بوراوي اللي هربت عن طريق تونس، وذلك بتدخل المخابرات الفرنسية رسميا. قال لك الجزائر ملي خافوا من فرنسا وخافوا من ردة فعل فرنسا، بما ان الجزائر معروفه هي عباره عن مقاطعه فرنسيه، بغاو يلصقوها في المغرب. قال لك حق السبب الرئيسي ديال هروب الصحفيه الجزائريه وهي المخابرات المغربيه. المخابرات المغربيه هي التي تلقت اول خبر على ان الصحفيه الجزائريه تريد الهروب عن طريق تونس الى فرنسا، فاخبرت المخابرات المغربيه نظيرتها الفرنسيه. يعني كما تيقولوا الجزائر او النظام الجزائري قال لك كانت هناك تواصل ما بين الاستخبارات المغربيه والاستخبارات الفرنسيه باش يهربوا الصحفيه الجزائريه بوراوي عن طريق تونس. والمغرب هي من اول من اعلنت على ان القضاء التونسي قد اوقف الصحفيه الجزائريه بمطار تونس. اعلموا يعني الاستخبارات الفرنسيه للتدخل الى الرئيس، وذلك بعد ذلك يعني سوف يتم يعني ترحيلها الى فرنسا. واش هادو عندهم شي عقل؟ واش دابا المخابرات المغربيه بقى ليها غير هادشي؟ راه هادشي اللي كتقولوا نتوما، راه كون بغات ديروا المغرب كاع ما ديروا المخابرات المغربيه، راه نعطيو غير اي مقدم عندنا مغربي، اي مسؤول مغربي في مقاطعات ديال الاحياء يقوم بهذا الشيء بطريقه سهله، ما احتاجوش حنا مسؤولين كبار. او المخابرات المغربيه مساليه لهاد الالعاب. المخابرات المغربيه بشهاده العالم وبشهاده الجميع كتلعب اللعب الكبير. المخابرات المغربيه كتلعب اللعب الكبير. سولوا علينا اسبانيا، وسولوا علينا فرنسا والبرتغال والمانيا وايطاليا وهولندا، سولوهم على المخابرات المغربيه. المخابرات المغربيه كتلعب لعب كبير. سولوا البرلمان الاوروبي واوروبا علاش كتحترم المغرب، على حقاش على العمل ديال المخابرات المغربيه والعمل الكبير اللي كيديروه في على جميع النواحي، لا امنيا ولا يعني مراقبه الحدود، وديما سباقين في اي معلومه. اما هادشي ديال اللعب الصغير كاع ما مسوقين ليه المخابرات المغربيه. اذا كما عاهدنا الجزائر والنظام الجزائري، اي حاجه كيلبقوها المغرب، اي حاجه كيلصقوها المغرب، اي حاجه كيعلقوها بالمغرب. قلنا الاخوان الاراء ديالكم في هذا الشيء اللي كيضحك، وكتبوا لنا التعليقات ديالكم وبارطاجيو الاخوان، بارطاجيو هذا الشيء يوصل للعالم.